ما جرى ايه يا سوسام ابو علي يا فدائي؟ مالك بس زعلان وعايز تسيب الاهلي وتمشي وعايز تروح تلعب في الخليج؟ يعني هي انديه الخليج احسن من الاهلي؟ وبعدين يا سيدي لو حد كان زعلك ولا دسلك على طرف في الاهلي قول لي وانا اشوف الموضوع ده. يا عم مفيش اي حاجه حصلت من الكلام ده. الناس في الاهلي محترمين وزي الفل، وانا بحب النادي الاهلي وجماهيره علشان هم اللي عملوه اسمه سام ابو علي. القصه وما فيها الكتمنص الفلوس يعني. واديك شايف الواحد داخل على جواز وايام سودة. ده جرام الذهب دلوقتي داخل على 5000 جنيه. فلوس ايه وجواز ايه بس يا سوسام اللي علشانهم عايز تسيب الاهلي؟ ده حتى بيقولوا في المثل الفلوس مع التيوس. وبعدين يا سيدي مش لازم تجيب ذهب اصلي، هات ذهب صيني ومحدش هياخد باله. دهب صيني ايه بس؟ انت التاني انت عايز تفضحني يا عم. وبعدين انا خاطب واحده من السويد وابوها عنده محل دهب، يعني هيعرف الدهب الصيني. المشكله بقى انهم طالبين مني اجيب لها 3 كيلو دهب، وعايزين مهر 6 مليون يورو، وكمان عايزيني اجيب السجاد. لا سوسام، الا السجاد. الذهب والمهر ماشي هنعديها، انما السجاد لا. وبعدين ايه كل الطلبات دي؟ هي بنت كريستيانو رونالدو ولا ايه؟ وسيبك من ده كله، انت فاكر نفسك لو رحت الخليج هتقدر تجيب الحاجات دي كلها؟ امال انت تحسب ايه يا عم؟ ده يوميه لعاب الكره هناك في العالي، يعني قول مثلا 500 الف في اليوم. انما هنا في مصر يوم ما تتمعظم وتبقى هداف الدوري يدوك في اليوم 65 الف جنيه. طب بذمتك دي تعمل حاجه اليومين دول؟ صدقني يا سوسام، انت مضحوك عليك في موضوع الخليج ده، وانا هثبت لك الكلام ده دلوقتي. كريستيانو النصر، كريستيانو النصر، ايوه اهو. السلام عليكم. سي الدنيا تحدث مين معايا؟ ايوه يا كريستيانو عالمي، انا معاك الحاج سبورت. بقول لك ايه، انا كنت قاعد مع اسامه ابو علي اللي هو مهاجم الاهلي، وكان له موضوع كده ان هو يعني كان عايز يسيب الاهلي ويروح الخليج عشان الفلوس وكده، فكنت عايزك تنصحه يعني. خليج ايه بس اللي عايز تروح يا عم وسام وتسيب الاهلي؟ الخليج ده كان زمان، انما دلوقتي مفيش يا صاحبي. طب انت عارف انا جددت ليه مع النصر سنتين؟ علشان مديون وعليا فلوس، ولو ما كنتش جددت كنت هتحبس. ازاي الكلام ده بس يا عم ابو جونيور؟ ده بيقولوا انك اعلى واحد في العالم بتقبض من الكوره، وبتاخد في السنه 250 مليون يورو وفلل وعربيات وخدم وحشم. كل الكلام اللي انت سمعته ده كده. ما انت عارف طيب السوشيال ميديا بتعمل من الحبه قبه. خد نصيحتي يا وسام يا ابني، انا واحد اتمرمط في الملاعب. خليك في الاهلي علشان عمرك ما هتلاقي فريق زيه. حبيبي يا ابو جونيور، تسلم يا باشا على النصيحه. صحيح، خد نصيحه من الدون حتى لو مش هتستحمى بصابون. ماشي يا كريستيانو، الف شكر يا باشا، واسفين على الازعاج. ما تنساش تسلم لي على الواد جونيور واخواته. سلام. شفت بقى يا عم وسام، كريستيانو ده كان هيموت ويجي الاهلي، فانت استهدى بالله كده وخليك مكمل معانا وتبقى هداف الاهلي.